السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من أيام الجمال في راس البر. شفنا حاجات كتير في راس البر، مطاعم وشواطئ، كافيهات على النيل وكافيهات على البحر. شفنا أكوا بارك وملاهي. كل الحاجات دي هتطلع في قائمة تشغيل راس البر نيل وبحر. لكن شفنا كمان فنادق. شفنا فنادق فئات مختلفة. شفنا واحد من أرخص وأنظف فنادق، فندق جميل وسعره رائع لكن ملوش فيو على النيل أو البحر. وشفنا فنادق ليها فيو ولا أروع على النيل والبحر، والسعر كان متوسط وبعضها فوق المتوسط أو عالي شوية. ويفضل السؤال الصعب: طب ما فيش حاجة سعرها في المتناول وعلى النيل مباشرة وفيو زي الفيوهات الجامدة دي؟ وبعد بحث وتجارب اكتشفت أرخص فندق بفيو خيالي على النيل وفي القلب من شارع النيل، فندق كورتيل، فندق من الفنادق القديمة العريقة في راس البر. لكن تعالوا الأول نحكي شوية عن بداية مصيف راس البر. مصيف راس البر بدأ 1823. مجموعة من الأعيان راحوا راس البر وعملوا أكواخ من الحصير وبقى المصيف بتاعهم. قلدهم ناس كتير وتحول المصيف من مجموعة عشش متفرقة لمجموعة من الناس لصفوف منظمة من العشش موجودة في المسافة بين شاطئ النيل وشاطئ البحر. في 1891 جه واحد فرنسي اسمه أصلان، سيدة فرنسية اسمها كورتيل، عملوا مطعم وفندق وكان من أوائل الفنادق في راس البر. وجم ناس تانية من المنصورة وعملوا فنادق، ودميطة عملوا محلات، وبدأ المصيف. في 1905 صفوف العشش كانت 3 صفوف، في 1908 زادت ل5 صفوف واستمرت لغاية ما العشش وصلت لشارع 101. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى وبعدها الثانية، الطبقة الأرستقراطية ما بقتش عارفة تسافر تصيف في أوروبا زي ما كانوا متعودين كل سنة، وكان البديل راس البر. ومن هنا بدأت الانتعاشة الكبرى لمصيف راس البر لغاية ما بقى مصيف بعض أفراد العيلة المالكة والسياسيين والفنانين وكل المشاهير. في 1983 زار راس البر العالم الألماني روبرت كوخ، الحائز على جائزة نوبل في الطب سنة 1905. كانت الحكومة المصرية عملت له انتداب بسبب انتشار مرض الكوليرا في مصر. المهم زار راس البر وكتب عنها تقرير. التقرير ده قال فيه ايه؟ قال: راس البر يمتاز بموقعه الجميل وهواءه النقي الجاف وشواطئه الذهبية وبعده عن الضوضاء، وهو أقل رطوبة من جو الشواطئ المصرية الأخرى، ويكثر في هواءه اليود. والكاتب صلاح منتصر حكى عن فنادق راس البر وقال: كان مصطفى النحاس باشا وأعضاء حزب الوفد بينزلوا في فندق كورتيل، أما إسماعيل صدقي باشا وحسين سري باشا فكانوا بينزلوا في فندق مارين، وعبد الوهاب كان بينزل في كورتيل، أما أم كلثوم فكانت تنزل في مارين. وقال كمان إن الموسيقار محمد عبد الوهاب اتعرف على زوجته السيدة إقبال نصار ووقع في هواها في فندق كورتيل. في 1967 بعد تهجير أهالي بورسعيد، راس البر بقت مدينة دائمة صيف وشتاء، ودخل البنى وتحولت العشش للطوب والأسمنت. فندق كورتيل لسه موجود لغاية دلوقتي، ليه فيو خيالي على النيل، ولأن فرش الغرف بيعتبر شعبي بالنسبة للفنادق المجاورة الموجودة على النيل، فالمعادلة الصعبة اتحققت: فيو على النيل بفيو بتاع الفنادق العالية في راس البر وأرخص سعر ممكن تسكن بيه. تعالوا نشوف الفندق والغرف، لكن الأهم ما ننساش الفيو وموقع الفندق، وإنه نزل هنا كل مشاهير الفن والسياسة. انت هنا في قلب الأحداث. الفندق قصاد خلود النيل، يعتبر أول فندق قبل محلات وكافيهات شارع النيل، وقصاد أول نخلة من نخيل ممشى النخيل الرائع. تعالوا نطلع. ما ننساش ان الفندق ده زمان كان موجود وسط العشش بتاعة راس البر، وكان هو فندق مارين فؤاد هم الأرقى في المصيف كله. طبعا الدنيا اتغيرت، لكن فضل الفيو والموقع الرائع للفندق وطبعا التاريخ العريق. دي غرفة ثلاثية فيها 3 سراير، موجود مروحة وثلاجة وبوتاجاز، وطبعا في حمام. الفرش ممكن يكون مش احسن حاجة زيه زي فرش بعض الشقق في المصايف، لكن لما نعرف ان الغرفة الثلاثية دي على النيل بالفيو ده ب 400 جنيه، 3 افراد ب 400 جنيه،
وفي كمان في الفندق غرف جانبيه او خلفيه، الدبل فيها ممكن تبدا من 250 او 300 جنيه، بس ما بتبقاش شايفه النيل. الاسعار ممكن تختلف حاجه بسيطه حسب الموسم، لكن شايفين الفيو عامل ازاي. انت شايف الفود كورت، اول شارع النيل، محلات شارع النيل كلها، النيل قدامك والمراكب رايحه جايه، حاجه روعه. اغلى واجمل فندق في راس البر فندق اللسان، فندق شتيجنبرجر، بينك وبينه الممشى بتاع النخيل. تعالوا نشوف جناح 5 سراير. موجود هنا في الغرفة دي 3 سراير، في بلكونة كبيرة على الفيو الجميل بتاعنا. والغرفة التانية مفتوحة على البلكونة. تعالوا ندخل، فيها سريرين، فيها تلاجة، البوتاجاز هنا سطحي، ده الحمام زي ما حضراتكم شايفين، وموجود تسريحة. كل الغرف فيها شباك مفتوح على البلكونة وبيبص على النيل. شايفين المنظر؟ الجناح ده 5 سراير ب 600 جنيه، يعني الفرد بأقل من 125 جنيه في الليلة بالفيو ده. زمان كان في هنا قصاد الفندق مكان ممشى النخيل بالظبط، ترولي يدوي أو عربية عاملة زي الحنطور كده، بتتجر يدويا على قضبان، بتوصل الناس بين الفنادق الموجودة على النيل، وخصوصا كورتيل لمارين والعكس زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. دي الأجواء من بلكونة الفندق بالليل. انت بتقعد في البلكونة وكأنك لسه في أجواء الشارع، ما طلعتش. بهجة الشارع وجو العجل والمرح الموجود حاجة في منتهى الجمال. شايفين دي عروسة رايحة تتصور عند اللسان، ادعوا لهم بظهر الغيب، بارك الله لهما وبارك عليهما، حياة سعيدة إن شاء الله. تعالوا بقى أوريكم آخر نموذج للعشة اللي من الخوص. العشة دي يظهر صاحبها ذكريات الزمن الجميل عنده أهم من الماديات، فالحسن الحظ سابها زي ما هي. دي المرحلة الأخيرة للعشة. الجزء اللي تحت كان بيبقى مبني، والجزء العلوي من الخوص، لأن الخوص كان بيبرد الهواء وكان بيبقى عامل زي التكييف الطبيعي بالظبط. تعالوا أوريكم فندق مارين اللي احنا اتكلمنا عنه. زيه زي كورتيل، بنلاقي مبنى مستطيل الشكل وعبارة عن دور واحد فوق الأرضي. المصطفين كانوا زمان بيجوا دمياط بالقطر، وبعدين ياخدوا البواخر ويعملوا نايل كروز لغاية راس البر، وكانوا عمال الفنادق بيستنوهم عند مراسي البواخر، كل واحد بيحاول ياخدهم الفندق بتاعه. كانت أجرة الفرد من دمياط لراس البر في السفينة 3 قروش. في 1972 صفوف العشش وصلت ل 26 صف، وكانت من الخشب والحصير، وكانت بتنفك بعد المصيف وبيعيدوا بنائها في العام التالي. كانوا بينوروها بالكلوبات والفوانيس لغاية ما في مهندس دمياطي اسمه إبراهيم قلوش عمل ماكينة كهرباء ووصل اللمبات للعشش واللوكندات، وكان إيجار اللمبة الواحدة في الشهر 25 قرش، ونورت راس البر. المية كانت بتيجي مرتين كل يوم، وبعدين بيوزعوها على السقايين اللي بدورهم بيوصلوها للعشش والفنادق. قربة المية كانت بقرش ساغ. عام 1940 كان الموسم الأكبر في حياة راس البر. اتفقت الحكومة والمعارضة إنهم يقضوا الصيف في راس البر، والفنانين تقريبا كل الفنانين اتفقوا على الذهاب لراس البر. والبعض قال ساعتها راس البر ما شافتش الأعداد دي لا قبل ولا بعد، ولك أن تتخيل إن بعض البشوات ما لقوش مكان في الفنادق، ففرشت ليهم الفنادق على الأرض لغاية ما يفضى مكان وربنا يفرج. الأعداد دي كلها كانت بتروح أوروبا تصيف، وكانت راس البر البديل بعد اندلاع الحرب في سنة 39. عشش راس البر اتحولت لفلل على أعلى مستوى بتخطيط أوروبي،
لكن فضل اسمها عشش حفاظا على التاريخ اللي شفناه لواحد من أحلى الأماكن في مصر، ملتقى النيل والبحر. أتمنى الموجز ده عن تاريخ راس البر يكون نال إعجاب حضراتكم، ولو حصل يبقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفونا. كل الحب والتقدير لحضراتكم، جزاكم الله خيرا. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.